انت هتموت. يمكن مش النهارده، مش الشهر ده، مش السنه دي حتى، بس في النهايه هتموت. وفي يوم من الايام هتصحى الصبح وهيجيلك سؤال مش قادر تهرب منه: انا عشت فعلا ولا بس كنت موجود؟ الفرق بين الاتنين ده هو فايت كلوب. انا شفت الفيلم ده من زمان قوي، وكل مره بشوفه بلاقي حاجه جديده. مش في الفيلم، في نفسي. لان فايت كلوب مش بيحكي لك قصه عن شخص بعينه، هو بيحكي لك قصتك انت. قصه اي حد وقف في يوم وبص على حياته وسال: هو انا بعمل ايه؟ النهارده مش هتكلم عن الفيلم من بره، مش هقول لك المخرج قصده كذا ومش عارف ايه، لا لا. هنكون جوه في الفيلم مع بعض، وفي الاخر انت اللي هتقرر. وهتفهم في الاخر هتقرر ايه. اول حاجه لازم تلاحظها في الفيلم ان البطل ملوش اسم. ده مش نسيان ولا اهمال، لا، ده قرار من ديفيد فينشر ومن الكاتب. ليه؟ لانه المفروض يكون اي حد، انت، انا، اي حد بيعيش حياه صممت ليه من غير ما يسال. البطل شغله كويس، محاسب في شركه عربيات كبيره، شقته كبيره ومفروشه باحسن الحاجات من ايكيا، عنده كل حاجه المفروض تخليه مبسوط، لكنه عمره ما كان مبسوط. دايما بيسال: هو انا ايه اللي بيعرفني كانسان؟ العفش ده مش سؤال فلسفي، ده واحد بيبص على حياته ومش شايف نفسه فيها. بيصحى الصبح يروح الشغل عشان اخر الشهر لما يقبض يشتري حاجات زياده، ويعيد الموضوع كل شهر. فمخه رفض الحياه دي، بدأ بأرق، مش قادر ينام خالص. والدكتور قال له: انت ما فاتش حاجه، انت كويس. بس هو مش كويس. وهنا الفيلم بيقولك حاجه مهمه جدا من اول ربع ساعه: ان الالم اللي مش عضوي هو اخطر انواع الالم. البطل مش بيعاني من مرض، هو بيعاني من حياته، وده اصعب بكتير لانه ملوش اسم طبي تقدر تاخد له دواء. فلو عايز تشوف الم حقيقي روح جروبات الدعم. راح جروب سرطان الخصيه. ناس بتموت فعلا، وهناك وبس هناك قدر ينام بعدها. ليه؟ هو نفسه بيقول: لما الناس بتفكر انك بتموت بيسمعوك فعلا، مش بس بيستنوا دورهم في الكلام. الجملة دي لو وقفت عندها فيها تعليق قاسي على الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع بعض. احنا في حياتنا الطبيعية مش بنسمع الناس، لا، احنا بنستنى دورنا نتكلم عن نفسنا، والحل الوحيد اللي لقاه البطل هو انه يتظاهر انه بيموت عشان حد يسمعه. دي مش مشكلة شخصية، دي مشكلة في طريقة التواصل بيننا كبشر. بس في حاجة تانية مهمة هنا: البطل مش بيتعالج فعلا في الجروبات دي، هو بيستخدمها. بيتظاهر بألم مش بتاعه عشان ياخد اهتمام حقيقي. والفيلم بيوريلك ان ده كمان بيحصل في الحياة الحقيقية. الناس بتبالغ في اوجاعها عشان تلاقي مكان في الحياة، عشان تبقى الضحية لكل الناس تسمعها. اصل انا اتطلقت، اصل انا اتظلمت، اصل انا مت. اكيد انت فاهم انا بتكلم على مين. وده مش هجوم على الناس، والله ده فهم. لان لما مجتمع مش بيوفر لك مكان تتكلم فيه بصدق، الناس هتلاقي مكان باي طريقة، حتى لو الطريقة دي مش اخلاقية. فده تايلر، الشخص اللي واثق في نفسه بشكل مبهر، بيتكلم بصراحة وجرأة من غير ما يفكر، شكله مختلف، اسلوبه مختلف، بيقول الكلام اللي كل الناس بتفكر فيه ومحدش بيقوله بصوت عالي. وانا لما بشوف تايلر بشوف نسخة مني في لحظات معينة، النسخة اللي بتقول: انا مش هكمل في الحياة دي، كل ده مش ليا، انا ما اتولدتش عشان اعيش كده. وده مش صدفة، لان تايلر حرفيا في الفيلم هو جزء من البطل نفسه، هو الصوت اللي كبته جواه لسنين. بس قبل ما نوصل للتويست خلينا نتكلم عن حاجة مهمة. براد بيت قال انه اختار الدور ده عن قصد. في وقتها كان من اوسم الممثلين في هوليوود، في عز نجاحه والكل بيحبه، وكان حاسس بنفس الفراغ اللي الفيلم بيتكلم عنه. فكر في النقطة دي: تايلر، الشخصية اللي المفروض تمثل التحرر من الصورة والشكل والماديات، بيجسده أوسم راجل في العالم وقتها. جسمه مثالي، شعره مثالي، ستايله خرافي. فكده الفيلم نفسه بيعمل اللي بينتقده، لأن الفيلم عارف إنك هتنبهر بتايلر، وبيستخدم انبهارك ده كجزء من الرسالة. بس خلينا أكون عادل، تايلر معاه حق في حاجات كتير. الحاجة الأولى إن ممتلكاتك هي اللي بتملكك مش العكس. فكر في أي حاجة غالية عندك: موبايلك، لبسك، عربيتك، بتخاف عليها من الخدش، بتزعل لو حد عملها باستهتار، بتصرف وقت وطاقة وفلوس عشانها. فقول لي، مين اللي اشترى مين هنا؟ وده بيمتد لأبعد من الحاجات دي. لما بتعيش عشان تحافظ على صورة معينة، بيت في منطقة معينة، لبس من براند معين، أسلوب حياة في مستوى معين، حياتك كلها بتبقى في خدمة الصورة دي، مش الصورة هي اللي في خدمة حياتك. وده ببساطة معناه إنك مش حر، حتى لو حاسس إنك بتختار بحرية. لكن صدقني، ممتلكاتك وصورتك اللي بتصدرها للناس هم اللي مستعبدينك. الحاجة التانية إن الحضارة غيرت في طبيعتنا. الإنسان عاش لمئات الآلاف من السنين في بيئة مختلفة تماما، بيتحرر، بيصطاد، بيبني، بيحارب، بيخاطر بحياته كل يوم. دلوقتي بيقعد 8 ساعات قدام شاشة في أوضة، وبعدين يرجع البيت يقعد قدام شاشة تانية لحد ما ينام، بعدين يصحى يعيد اليوم تاني. ده مش بس ممل، ده ضد بيولوجيته. انا من فتره كنت بتفرج على جيم اوف ثرونز، وشفت في اول المسلسل لما الستاركس اخدوا الذئاب الصغيره دول يربوهم، فعجبتني الفكره. فسالت شات جي بي تي: انا لو عايز اربي ذئب في البيت هل ينفع؟ بعيدا عن انه شيء غير قانوني في مصر، انا بتكلم على طبيعه الذئب نفسه، ينفع اربيه في شقه؟ فبكل بساطه شات جي بي تي قال لي: مستحيل. الذئب يعني كسبب واحد بس: الذئب على الاقل محتاج يمشي كل يوم كيلومترات كتيره، وانت مش هتقدر توفر له ده. فما ينفعش تحبسه في مكان صغير زي ده، انت كده اسف في اللفظ يعني بتخصيه، مش بيولوجيا لكن حياتيا. وده للاسف اللي حصل لينا احنا كرجاله في النظام العالمي الحالي. احنا الحياه دي مش لينا، بس اتغصبنا عليها. فعشان كده القتال في الفيلم مش تمجيد للعنف، ده تعبير عن انسان بيحاول يحس انه موجود، يحس بشعور حقيقي. انا عندي قناعه شخصيه ان اكتر شعور بيحسس الانسان بالحياه هو الشعور بالالم. وانت بتتالم فعلا بتحس بالحياه، مش بتحس انك مبسوط،
بتحس انك عايش. الحاجه الثالثه ان الانسان محتاج ينضم للمجموعه. ابراهام ماسلو عالم نفس درس احتياجات الانسان وبنى هرم مشهور كده معروف باسمه، قال ان بعد الاكل والامان اول حاجه بيحتاجها الانسان فعلا هي الانتماء. مش فولورز ولايكس وكده، لا، انتماء حقيقي، ناس تعرفهم تثق بيهم تحاربوا جنب بعض ويعرفوا بوجودك حتى لو مش بتعمل حاجه مميزه. والعالم الحالي بيقولك انك حر ومستقل ومش محتاج حد، بس في الحقيقه دي وحده من نوع اخطر لانها وحده في وسط زحمه، وده اللي كلنا عايشينه دلوقتي. انت شوف عندك كام فولور على الانستجرام وفريند على الفيسبوك وكام واحد على الواتساب، هل يعنوا ليك اي شيء؟ اراهنك. البطل كان عنده بيت مليان كل حاجه محتاجها بس ما فيهوش حياه. لكن تايلر برضه مش بطل يعني، والفيلم مش بيقدمه حتى كبطل، حتى لو انت حسيت بكده اول ما شفته. تايلر بيتناقض مع نفسه في كل حاجه، بيقول لك ارمي هويتك وصورتك وهو نفسه واخد باله من الستايل والكاريزما واللبس والشعر. بيقول لك ما تكونش تابع لحد، وبيبني جيش من الناس اللي بتطيعه طاعه عمياء من غير اسئله من غير اسم من غير هويه. بيقول لك الحريه في انك تخسر كل حاجه، وبيحول الناس في خدمه اجندته هو. المرحله الاخيره من الفيلم مش تحرر، ده استبدال سجن بسجن تاني. بدل ما تكون عبد الشركه بتاخد وقتك بقيت عبد لتايلر، بدل ما تكون رقم في نظام راس مالي بقيت رقم في نظام فوضوي. والفرق الوحيد انك دلوقتي حاسس انك حر، وده اخطر بكتير لانها مش حقيقه. لان العبوديه اللي بتحس انك اخترتها بارادتك بيكون وقتها اصعب بكتير انك تاخد بالك انك مستعبد فعلا. الفيلم نفسه بيقولك ده في اللحظات اللي البطل بيقرر يوقف تايلر، اللحظه اللي فاق فيها لكل العبث ده. بس خليني اكون صادق معاك، انا طالب في الجامعه دلوقتي وبشوف حواليا ناس كتير في نفس الحاله. خلصنا الثانويه واتقال لنا ادخل الجامعه، خلصنا الجامعه واتقال لنا خد شهاده كويسه، هناخد الشهاده وهيتقال لنا دور على شغل، وهنلاقي سوق شغل بيطلب مننا نعدي 5 أو 10 انترفيوهات ومحتاج تاخد 30 كورس عشان تشتغل شغلانه بمرتب ما يكفيش. الوعد اللي اتقال لنا انك لو اجتهدت هتنجح ما بقاش له معنى، وده مش جديد، الفيلم اتكلم عنه سنه 99، بس في 2026 المشكله اتضاعفت. اسعار الشقق وصلت لارقام جيل كامل ما يقدرش يجيبها لو اشتغل 100 سنه. المرتبات ثابته والتضخم ماشي، والسوشيال ميديا بتديك صور حياه ناس ناجحه 24 ساعه من غير ما تعرف الثمن اللي دفعوه، او حياتهم حتى بره نطاق الكاميرات عامله ازاي. بنشتغل في شغل بنكرهه عشان نشتري حاجات مش محتاجينها، الجمله دي اتقالت في الفيلم. ودلوقتي في زمن السوشيال ميديا الاستهلاكي معناها بقى اقوى من اي وقت تاني. اصل انا عايز اجيب اير فراير، لا انا عايز اجيب مرية قهوه، لا انا عايز ابل ووتش، اصل انا مفتقد ان اتكلم كل من الساعه زي ما بشوف بتوع المخابرات في الافلام. لا بصراحه انا نفسي في ثلاجه فيها شاشه عشان العب عليها وانا في المطبخ. كلها حاجات انت مفكر انك محتاجها فعلا، في حين انك تقدر تعيش بدونها، لانه بكل بساطه قبل اختراعها انت عمرك ما فكرت انك محتاج الشيء ده في حياتك. فايت كلاب بيتكلم عن الرجاله بشكل خاص، مش لان المشكله دي مش موجوده عند الستات، بس لان الفيلم بيشخص ازمه معينه عند الراجل الحالي بالذات. اتقال في الفيلم احنا جيل من الرجاله اتربى على ايد الستات، جيل متدلع يعني. معدلات انتحار الرجاله حوالي 80% من الاجمالي مع انهم 50% من السكان. الرجاله بيتاخروا في التعليم، في الاستقرار، في بناء حياه، مش لانهم اقل، لان النموذج اللي اتقال لهم ده نجاح مش بيلاقوا نفسهم فيه. والحل اللي بيقدمه المجتمع عباره عن كتب تنميه بشريه وفيديوهات دكتور مكاوي وازاي تشقط ومش عارف ايه يعني. كلها بتقول لك خليك افضل نسخه من نفسك في نفس النظام اللي انت اصلا مش شايف نفسك فيه. اللي كتب الروايه قال في انترفيو مع جو روجان في قصص قليله جدا بتتكلم عن رحله الراجل للمعنى، عندك فايت كلاب او ديد بويت سوسايتي وبس. والفراغ ده خطير، محدش شاغل باله بمشاكل الراجل. انت يا معلم امتى اخر مره حكيت عن مشاكلك الشخصيه لحد؟ امتى اخر مره حد حضنك مثلا؟ مش بتكلم على بنت تحضنك، لا بتكلم حتى لو واحد صاحبك او ابوك او اخوك. احنا بنعتبر الحضن ده حركه شواذ، فعشان كده بنفضل نعبي كل حاجه جوانا لان عمرنا ما حسينا باحتواء من حد ناحيتنا كذكور. انت هتعيط ولا انت راجل؟ انت هتشتكي ولا انت راجل؟ انت عايز تصرف فلوسك وتتبسط، حوش يا ابني وشيل فلوسك، انت راجل. فاهم الدنيا دايسه علينا ازاي يعني؟ وهنا بيجي الجزء السيء فعلا. تايلر ديردن مات في نهايه الفيلم، لكنه مازال موجود دلوقتي في الحياه بس في صور تانية. بودكاست، يوتيوب، تيك توك، ناس بيقولوا نفس الكلام. النظام بيدمرك، المجتمع ضدك، انا هعلمك الحقيقه. وزي تايلر بالظبط بيكسبوا من تبعيتك ليهم مش من تحررك. الشباب اللي حاسس بالفراغ ده بيدور على الاب التاني، حد اكبر منه فاهم اكتر يعلمه ازاي الدنيا بتمشي، ازاي اصاحب بنات اصل محدش علمني، ازاي اتعارك اصل محدش علمني، ازاي اعمل فلوس اصل محدش علمني، الخ الخ. وده في حد ذاته مش مشكله، بالعكس ده طبيعي. الانسان دايما محتاج قدوه وموجه. المشكله ان كتير من الاصوات اللي بتعلمك دي بتطلب منك انك تديها ولائك الكامل بدون اسئله، زي تايلر بالظبط. وقف الناس على بابه 3 ايام من غير اكل وميه، مش عشان يثبتوا ان هم قادرين، عشان يتعلموا ان هم يطيعوا، عشان يكسرهم اكتر ما هم مكسورين اصلا. وانا مش بقولك ان كل الاصوات دي غلط، انا بقولك ان اي صوت يطلب منك طاعه من غير تفكير هو تايلر ديردن تاني، ايا كان الكلام اللي هو بيقوله صح ولا غلط. فهنا في فكره في الفيلم مهمه جدا لازم نقف عندها. ايه هو القاع الحقيقي؟ البطل حس بالقاع لما اتحرقت شقته وخسر كل حاجته، بس تايلر قال له انت كنت في القاع من قبل كده بكتير. الشغل اللي بتكرهه ده قاع، الحياه اللي بتعيشها من غير ما تحس بيها ده قاع، انك تروح تتفرج على ناس بتعاني عشان تحس بحاجه ده قاع. وتايلر بيقول له لما بتخسر كل حاجه بتبقى حر تعمل اي حاجه. في نسبه حقيقه فعلا في الكلام ده. احيانا اللحظات اللي بنقع فيها هي اللي بتعلمنا نقوم تاني،
بس الفيلم بيرفض ان الوقوع هو الحل الوحيد، لان تايلر ما حرقش الشقه عشان البطل يتحرر، هو حرقها عشان يسيطر عليه. الفرق بين التحرر الحقيقي والتحرر المزيف هو مين اللي بيكسب في الاخر. لو في الاخر مش انت اللي بتكسب يبقى مش تحرر. الفيلم مش بس فلسفه شخصيه، خطه تايلر الكبيره كانت تفكير مباني شركات الرأسمالية، زي ما قال لو مسحنا سجلات الديون كلنا هنرجع لنقطه الصفر، فهيبقى في فوضى تامه. دي مش مجرد حركه فوضويه عشوائيه، ده تعليق على ازاي الديون بقت الاداه الحاليه انك تحبس الناس مكانها. انت دلوقتي مش بتشتغل عشان تبني حياه، انت بتشتغل عشان تخلص ديونك، عشان تدفع الاقساط، تدفع قرض الجامعه، قرض البيت، الكريدت كارد. وده خلى ناس كتير في حاله من العبوديه المقبوله، لانها مش بتبان عبوديه، هي بتبان مسؤوليه، بتبان والله انا راجل مسؤول ورايا التزامات. واي حد بيقول لك كده دي مش عبوديه دي مسؤوليه، هو بيعمل نفس كلام تايلر بالظبط، بيدي لك كلام يخليك تقفل قفصك على نفسك وتحس انك مبسوط كمان. البطل في الفيلم اللي حياته بتتوصف بمحدوده ومكرره، حياته دي تبقى حلم الناس كتير. بس خلينا نتكلم عن الفيلم كصنعه سينمائيه. ديفيد فينشر اختار كل حاجه بشكل محسوب، الالوان في الفيلم مكتومه وبارده، الاضاءه مش طبيعيه، حتى الديكور بتحس انه خارج من كتالوج، عشان يوريك احساس ادوارد نورتون ان حياته كلها تبدو فيك ومصطنعه. والناريشن او ان البطل بيحكي لك الاحداث من منظوره طول الوقت، ده بيخليك تثق فيه وتتعاطف معاه، واول ما يجي التويست وتعرف الحقيقه بتفهم انك اتخدعت زي البطل. وده جزء من رساله الفيلم، ان الراوي اللي جواك الصوت اللي بيقولك ده نجاح وده فشل ممكن يكون هو نفسه جزء من المشكله. ومن ناحيه البنيه فالفيلم مش مثالي، في مشاهد ممكن تتحذف، في نقلات دراميه مش مبرره بالكامل، بس فينشر نفسه قال ان الفيلم نجح لان الصراع الفلسفي واضح وحقيقي. الصراع الفلسفي اهم من الاستراكشر، لو عندك حاجه تقدر تريليت ليها في الفيلم الناس هتغفر لك اي حاجه تانية، لكن لو السؤال ضعيف مش هينفع بنيه مثاليه تنقذك. وده درس مهم جدا لاي حد بيعمل محتوى او بيحكي قصص عموما. وهنا بنيجي للنقطه الاهم في كل ده، فايت كلوب بقى حاجه متعمقه في البوب كلتشر في العالم كله تقريبا، وكتير من الناس اللي بيحبوا الفيلم بيحبوه للاسباب الغلط. بيشوفوا تايلر ديردن كبطل، بيكرروا جمله ككوتس ملهمه، حافظين ان القاعده الاولى انك ما تتكلمش عن النادي، والقاعده الثانيه برضه انك ما تتكلمش عن النادي. وده بالظبط عكس اللي الفيلم بيقوله. الفيلم بيقولك ما تحبش تايلر، والناس سمعت ان تايلر قدوه. وحتى انا دلوقتي وانا بحلل الفيلم وبقولك المعنى الحقيقي هو كذا، بعمل نفس الغلطه، بحول نفسي لتايلر ديردن صغير، بديلك تفسيري بدل ما اخليك توصل لتفسيرك. الفيلم بيعمل فيك ده، بيلفك في كل اتجاه، اي تفسير تيجي بيه هو جزء من اللعبه، حتى لو التفسير ده انك ترفض كل التفسيرات فيبقى تفسير. ففي النهايه فايت كلاب مش بيديك اجابه، وده مش ضعف، ده هو نقطه قوته. الاجابه السهله زي اللي تايلر بيقدمها دايما في خدمه حد تاني. اللي الفيلم بيعمله انه بيفتح لك السؤال، بيوريك ان الحياه اللي بتعيشها ممكن تكون اتبنت لك من غير ما تسال، بيوريك ان الفراغ اللي جواك حقيقي وعنده سبب، بيوريك ان اي صوت بيقولك انا عندي الاجابه ده اسوأ صوت ممكن تسمعه. والسؤال اللي المفروض تخرج بيه من الفيلم مش تايلر صح ولا غلط، السؤال هو الحياه اللي انت عايشها دلوقتي اخترتها فعلا ولا صمموها عشانك وقبلتها لانك مش لاقي بديل؟ لو مش قادر تجاوب على السؤال ده يبقى ورانا شغل كتير.